عمرك سألت نفسك هو زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون بيسافر ازاي؟ هتقولي بيسافر في طيارة زي رئيس امريكا وروسيا وباقي الرؤساء عادي يعني. هقولك طب ده ينفع برضه؟ ما كلنا عارفين انه عنده دماغ لوحده، فاكيد يعني مش هيسافر في طيارة. قال امال هيسافر ازاي؟ هقولك انه بيسافر بالقطر. ايه ده رئيس كوريا بيسافر بالقطر زي ما انا بسافر للكلية بتاعتي؟ لا احب اقولك بقى انه مش قطر عادي، القطر بتاعه اسمه التيانج، وده اتصنع ليه هو بس ومحدش بيركبه غيره، وبيطلق عليه كمان القلعة المتحركة. وخلاص هو دلوقتي المفروض هيسافر لروسيا علشان يقابل الرئيس بوتين، وعلشان يوصل له هيقعد يومين كاملين في الطريق، مع ان المسافه كلها اصلا 2500 متر. يعني لو سافر بالطياره بالكتير هيوصل في 3 ساعات. ايه اللي يخليه بقى يسافر بالقطر ويقعد يومين كاملين؟ دي الحاجه اللي هتعرفها كمان شويه. كلام بيني وبينك كده، عاوز اقول لك ان كيم عنده اعداء كتير جدا، وعلشان كده القطر موجود فيه كل انواع الاسلحه، وتقريبا 100 جندي مدربين على اعلى مستوى. فازاي بقى قطر التيانج ده ممكن يحميه؟ عاوز اقول لك ان قطر التيانج ما بيمشيش لوحده على السكه الحديد، ودايما لازم يكون فيه قطرين تانيين ماشيين معاه. القطر الاول ماشي قدامه علشان يأمن له المكان ويحميه من اي متفجرات موجوده او اي هجوم ممكن يتعرض له، والتاني ماشي وراه علشان يأمن ظهره، وده مليان بالاسلحه والجنود في كل مكان. ده غير الطياره اللي بتمشي معاه طول الطريق وبتأمنه من اي حد. ايه ده طياره واحده بس اللي بتأمنه؟ لا في طياره تانية على ارتفاع اعلى، ودي محدش هيشوفها الا بقى لو حصل هجوم، فوقتها هتنزل بسرعه وتنقذ الرئيس. انما قطر التيانج نفسه فده مصفح بالكامل ضد الاسلحه والمتفجرات من كل الجهات. ده غير ان في مقصورات كامله مليانه بالاسلحه التقيله، ومجهزه بصواريخ مضاده للطيارات وصواريخ تانية مضادة للدبابات ومدفعين رشاش من الجنبين. ولو كل الدفاعات دي فشلت انها تقف قدام العدو، فحب اقول لك ان في طيارة كمان في القطر، وساعتها ممكن يركبها ويهرب ويريح دماغه من الحكاية دي اصلا. بس اللي لازم تعرفه ان الطيارة دي ما بتطلعش، لان علشان تختل القطر ده انت محتاج جيش كامل حرفيا، ومع كل الاسلحة والجنود اللي موجودين في القطر فده مخليه تقيل جدا، وعلشان كده بيكون بطيء في السفر، لانه بيسافر بسرعة 60 كيلو في الساعة، واحيانا ممكن يتأخر اكتر من كده لان السكة الحديد اللي بيمشي عليها قديمة جدا، وكل ما يعدي على محطة الكهرباء بتقطع علشان محدش يشوفه، وفي 20 محطة تم بنائها علشان القطر ده يعدي عليها. وطبعا انت ممكن تفكر ان كيم بيزهق مثلا في اليومين اللي بيسافر بوم بالقطر. هقول لك بالعكس تماما، لانه عنده كل حاجة ممكن تتخيلها، بداية من المكتب بتاعه اللي فيه اللاب اللي بيتوصل عن طريقه، وتلفزيون علشان يتابع الاخبار، ده غير التليفون المربوط بالاقمار الصناعية، وغرفة الاجتماعات اللي بيستخدمها لو عنده اجتماع مهم ما ينفعش يتأجل، وكل الغرف اللي فيها اتصممت بالطراز الحديث. يعني هتحس انك قاعد في قلعة فعلا مش مجرد قطر، ومقصورة كاملة مخصصة للاكل من اشهر الاكلات الكورية والروسية والصينية واليابانية والفرنسية كمان. وتقريبا كلنا عرفنا دلوقتي هو ليه كيم جونغ اون وزنه زايد حبتين، ولما بيوصل المحطة الاخيرة ممكن ينزل بالعربية الليموزين بتاعته، واللي اكيد يعني مصفحة، وفي عربية تانية بتحميها. ايوه بس انا برضو لسه ما اقتنعتش هو ليه برضو بيسافر بالقطر. هقول لك انه كمان بيعتبر القطر ده جزء من التقاليد عندهم، لان والده كيم جونج إل كان عنده عقدة من الطيارات، وده قصر كوموشين اللي اتدفن فيه، وحطوا جنبه القطر كتذكار لانه كان بيعزه جدا، اصله كان متصور معاه وبيفتخر بالقطر ده. وفي بداية الموضوع والد كيم كان المفروض يسافر ويركب الطيارة، لكنه مرضيش يركبها لانه شاف قبل كده طيارة بتنفجر قدامه، فاضطروا وقتها يخلوه يسافر عن طريق القطر. وفي سنة 2001 اتحرك بالقطر على الطريق لموسكو لمدة شهر كامل، لان المسافة تقريبا 20,000 كيلو، وكان معاه مسؤول روسي اسمه قسطنطين. ولما الرحلة خلصت قسطنطين عمل كتاب كامل عن القطر اللي ركبه مع الرئيس، وقتها الحكومة الكورية والروسية كانوا متضايقين من اللي عمله، لانه فضح سر من اسرار الدولة، لان حكومة كوريا الشمالية دايما ما بتحبش تعرف اي حد حاجة عنها. وفي سنة 2004 القطر عدى جنب محطة يونج تشونج القريبة من حدود الصين، ولما القطر عدى حصل انفجار ضخم في المحطة، مات بسببه 160 واحد واتصاب 1300 منهم. اللي قال ان كان في قطر تاني حصل فيه ماس كهربي من الاسلاك الموجودة في المحطة وانفجر، بس معظمهم قال ان دي كانت محاولة اغتيال للرئيس، ودي حاجة مش مستبعدة لان وقتها كان في صراع على السلطة في كوريا الشمالية. ومن بعد الانفجار تم تطوير القطر علشان يكون مضاد لاي حاجة ممكن تحصل له، وخلوه مصفح وحطوا فيه جنود اكتر واسلحة تقيلة. وفي سنة 2009 القطر كان ماشي وكان فيه جنود موجودين عند كل محطة علشان يأمنوا المكان ويمنعوا الصحافة الروسية انهم ياخدوا اي صورة للقطر وهو ماشي. ده غير ان كان فيه تعليمات مشددة لكل القرى اللي القطر هيعدي عليها انهم يفضلوا في بيوتهم وما يتحركوش، ولو حد طلع ممكن يتسجن او حتى يموت. وكيم مش بس لوحده اللي بيستخدم القطر في السفر، وفي رؤساء تانيين بدأوا يسافروا بالقطر هم كمان لانه امان اكتر ليهم. ولحد هنا بينتهي الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جاية. سلام.